مراجعة موبايل أوبو A3، تصميم أنيق وأداء متوازن في الفئة الاقتصادية. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة موبايل تك، معكم أحمد. النهاردة هنتناقش في موبايل أوبو A3 اللي يعتبر من الأجهزة الجديدة اللي أوبو نزلتها في الفئة الاقتصادية. هنتكلم عن كل جوانب الموبايل ده، سواء من حيث التصميم والشاشة والأداء والكاميرات والبطارية كمان، وأخيرا المميزات والعيوب. تابعوني للآخر عشان تعرفوا هل يستحق الموبايل الشراء ولا لا. أولا التصميم والشاشة. أول حاجة خلينا نتكلم عن التصميم. الموبايل أوبو A3 بيجي بتصميم بسيط وأنيق في نفس الوقت، مع خامات بتجمع بين البلاستيك عالي الجودة والإطار المعدني اللي بيديه متانة إضافية. الجهاز مقاوم للصدمات وطرطشة الماء بمعيار IP54، وده بيديك إحساس بالثقة أثناء الاستخدام اليومي. أما بالنسبة للشاشة، الموبايل مزود بشاشة كبيرة بحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCD بدقة HD+. الدقة هنا مش فول HD+، لكن مع معدل تحديث عالي 90 هرتز. التجربة بقت أنعم في التصفح واستخدام التطبيقات. الشاشة كمان بتدعم سطوع يصل إلى 1000 نتس، وده هيساعدك تشوف الشاشة بوضوح حتى تحت أشعة الشمس. نخش على الأداء. أوبو A3 بيجي بمعالج سناب دراجون 6S Gen 1، طبعا مش 6 جن 1 اللي في الفئة الاقتصادية العليا، ولكن ده بيجي بتكنولوجيا تصنيع 6 نانو. ده معناه انك هتحصل على اداء معقول في المهام اليومية زي التصفح، مشاهدة الفيديوهات، واستخدام التطبيقات والسوشيال ميديا. الجهاز بيجي برامات 6 و8 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة كارت ميموري لزيادة المساحة. الأداء هنا مناسب جدا للاستخدام اليومي، لكن لو بتدور على أداء عالي في الألعاب التقيلة، الجهاز ده ممكن ما يبقاش الأنسب ليك. نيجي بقى للكاميرات، ودي نقطة مهمة لكتير من الناس. الجهاز بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f1.8، والكاميرا التانية عبارة عن كاميرا عمق للعزل في التصوير البورتريه. الكاميرا الرئيسية هتديك صور جيدة في الإضاءة الجيدة بتفاصيل واضحة وألوان طبيعية، لكن مع الإضاءة الضعيفة الأداء ممكن يقل شوية، وهنلاحظ وجود نويز في الصور. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجا بكسل، وتعتبر مناسبة للسيلفي اليومي والاستخدامات العادية. أوبو A3 بيجي ببطارية ضخمة سعتها 5100 ملي أمبير، ودي ميزة كبيرة لأي حد بيحب يفضل برا البيت لفترات طويلة من غير ما يشيل هم الشحن. البطارية بتدعم شحن سريع بقدرة 45 واط، وده بيديك شحن سريع في وقت قليل. يعني حتى لو بطاريتك قربت تخلص مش هتحتاج تستنى كتير لحد ما تشحن الموبايل. دلوقتي خلونا نتكلم عن المميزات والعيوب. من المميزات اللي عجبتني في الجهاز هي تصميمه المتين وشاشته الكبيرة اللي بتديك تجربة مشاهدة مريحة. كمان البطارية القوية اللي هتكفيك استخدام طويل ومش هتخليك تقلق من الشحن. أما بالنسبة للعيوب فالشاشة مش بدقة فول اتش دي بلس، وده ممكن يكون محبط شوية لبعض الناس اللي بيحبوا يشوفوا التفاصيل بوضوح أكتر. كمان الجهاز ما فيهوش ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء أثناء المكالمات، والصوت مش ستيريو، يعني ممكن ما تحسش بتجربة صوتية مميزة. في النهاية أوبو A3 بيقدم تجربة متوازنة بالنسبة لسعره في الفئة الاقتصادية. لو كنت بتدور على موبايل بشاشة كبيرة وبطارية قوية وأداء معقول في الاستخدام اليومي، فأوبو A3 ممكن يكون اختيار مناسب ليك. طبعا كل حاجة لها مميزاتها وعيوبها، وده بيعتمد على استخدامك الشخصي. فدلوقتي بقى هنقولك على الأسعار. وسعر موبايل أوبو A3 هو 7200 جنيه للنسخة 628 جيجا بايت، وكمان 8200 جنيه للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. ضمان دولي طبعا، مش ضمان محلي. في النهاية كان كل حاجة عن موبايل أوبو A3. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات. لو عندكم أي استفسارات سيبوها لي في الكومنتات وهرد عليكم. شكرا لكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.